أهلا بيكم في الجزء الأخير من مسلسلنا. وقفنا في الجزء اللي فات لما سهيول راحت الجنازة لأم سنيول، وقبل ما تمشي بيوقفها وهو بيبكي وبيبصلها بحزن وبيفتكر لما سمع التسجيل في تليفون أمه، وبيكون تسجيل يوم حادثة والده والحوار اللي ضاربينه وبين صهيون، وسمع أبوه ازاي عامل صهيون بحقارة، وهي بتبكي وبتترجى بس يعتذر لابنها المتوفي لكنه عاملها بقسوة، وبيشيل سنيول السماعة ومش بيستحمل أسلوب والده مع صهيون، وبيعرف إن والده هو اللي كان غلطان في طريقته. وبتبص صهيون لصورة السيدة أون وبتقولها إنها مش مسامحة جوزها على قتل ابنها، لكن دلوقتي هي بتكلمها كأم سونيول مش كزوجة جي وونج، وبتوعدها إنها تساعد سونيول وتكون جنبه. وقبل ما بتمشي بيمسكها سونيول وبيبصلها بحزن وهو بيبكي، وبيكون نفسه يعرفها إنه عرف الحقيقة وإزاي والده كان غلطان بس ما قدرش يقول كده. وبتبصله صهيون وبتحس بيه وبتقوله يطلع الحزن اللي جواه وما يكتمش حزنه، وبعدين هيتكلموا سوا لما يكون جاهز. وبتروح بيتها وبتشوف سو هناك وبتقوله بتعمل ايه هنا، وبيكون ماسك ورق يخص كيم جون بس بيخبيه وبيقولها انه جاي ياخد حاجات، وانه عرف انها راحت جنازة ام سونيول ومفروض تبعد عنه لان والده قتل ابنهم وهو كان عايز يدمر حياتهم، بس هي قطعته بحدة وقالت له يركز في شغله. وبتمشي وبتسيبه، وبتروح أم سوهو لوالدة صهيون وبتحاول تصلح العلاقات علشان تعمل عشاء عائلي علشان يرجعوا لبعض، لكن بترفض أم صهيون وبتقولها إنها تعمل الحاجة اللي هتريح صهيون، وبتسألها لو صهيون بنتها يا ترى كانت هتقول نفس الكلام، فبتسكت الأم وبتقولها إن ساعتها كانت هتقولها تطلب الطلاق، وإنها حبت صهيون زي بنتها لإنها ست جميلة وعظيمة، لكنها في الواقع أم سوهو ويهمها مصلحته برضه. وبتقابل صهيون بره وبترفض صهيون تتكلم في الموضوع دوت لحد ما والدتها تخف، وبتدخل لوالدتها وبتقولها والدتها إنها ممتنة للشاب اللي أنقذها، وبتسألها صهيون لو تعرفه كويس، قالت لها بحنية أيوة، وإنه شاب لطيف وبيجي دايما ياكل هنا علشان بيفتكر أكل والدته، وإنه كان بيصعب عليها لأن شكله حزين وشايل هموم كتير رغم صغر سنه، وعند سونيول بيروح يدفن والدته وهو حزين وبيبكي بقهر، وبيكون موجود معاه صحابه كيم جون، وبيسأله كيم لو والدته قالت له حاجة قبل ما تموت لأنه عرف إنها فاقت للحظة، فقال له إنه ملحقش يشوفها قبل ما تموت. فبيرتاح كيم جون لما بيعرف كده وبيقول له ينسى اللي فات ويعيش حياته بقى. ولما بيكون هيمشي وهو مرتاح بيقول له سونيول إنه عايز مساعدته علشان يعرف أكتر عن حادثة والدته، فبيتوتر كيم وبيقول له إن الموضوع خلص ليه عايز يدور فيه تاني، فقال له إنه بس سمع حاجة غريبة عن الحادثة وعايز يتأكد منها، فقال له كيم إنه حقه ولو احتاجه في أي وقت يتصل بيه. وبيمشي وهو قلقان وبيبصله سونيول بنظرة شك كبيرة وغضب وكأنه بيقوله إنه عارف كل حاجة. وبيروح بيته وبيرفض إن حد من صحابه يكون معاه، وبيقعد لوحده وهو حزين وبيسمع تسجيل في تليفون والدته يوم الحادثة لما كانت بتكلم والده وبتقوله إنها حزينة على صهيون، بس قالها إنها لازم تنسى الموضوع وإن موضوع موت الطفل دوت موضوع تافه ومش هيشغل نفسه بيه. ولما جات له صهيون تترجاه علشان يعتذر لابنها بس رفض وزعق معاها لأن بسبب موت ابنها قصاد عربيته خسر فلوس وصفقات كتير، وكمان بيعرض عليها فلوس علشان تسيبه وتمشي. وبيقفل سونيول التسجيل وهو حزين من اللي والده عمله مع صهيون، وبيعرف ان والده هو اللي غلطان، وبيحزن لانه دمر حياته ومستقبله في سبيل الانتقام من صهيون، وفي الاخر طلع والده هو اللي غلطان وهي صعبت عليه، وما بيبقاش عارف يعمل ايه، يكمل انتقامه ويريح نفسه ولا يسكت لانها بريئة. وبيفكر قد ايه كانت طيبة معاه ووقفت جنبه وساعدته، وبيجي عليه الليل وهو في نفس الحالة لحد ما بتجيله صهيون وبتجيب له أكل معاها وبتحاول تهون عليه وتكون جنبه، وبتعرفه إنها حاسة بيه لأنها مرت بنفس الألم، ولكن كل دوت مفادهاش بحاجة. فبيسمع كلامها وبيحاول ياكل بصعوبة، وبيسألها لو تعرف حاجة عن حادثة والدته، فقالت له إنه لازم يفوق الأول ويكون قوي زي زمان علشان تقدر تحكيله كل حاجة. تاني يوم بتروح صهيون المطعم لوالدتها وبتشوفها من بره وهي قاعدة حزينة، فبتحزن لأنها بتعاني بسببها، وبتاخدها وبتخرجها وبتفسحها علشان تعوضها شوية وتخليها مبسوطة وسعيدة. وبتروح سوجين لتاي وبتكون ندمت ومقررة تعترف له بالحقيقة بس مترددة، فبيقاطعها وبيعرفها انه عارف انها متفقة مع سونيول علشان تقرب منه لانه اخو سو صهيون، وبيقولها انه مشغول وهيتصل بيها في وقت تاني، فبتتعصب من تصرفه وبتقوله هتتصل بيا ليه رغم انك عرفت اني بستغلك. قالها بحب انا موافق انك تستغليني، وبيمشي وهي بتبقى متأثرة بكلامه وبحبه الحقيقي ليها. وعلى العشاء بتفتكر صهيون ذكرياتها مع سو لما كانوا بيسهروا في نفس المكان،
وبتسألها والدتها لو في حاجة مخبيها. قالت لها إن الشخص اللي بعت لهم الصورة هو نفسه ابن جي وونج قاتل ابنها، وهو نفس الشخص اللي أنقذها لما تعبت ووداها المستشفى. فبتصدم الأم من كمية المشاكل والجروح اللي بتواجه بنتها، وبتلومها إنها بتخبي عليها وشايلة كل دوت لوحدها. فبتبكي سويون وبتقولها إنها تعبت وإن الموضوع صعب، وإنها بتكره سويون لأنه ابن قاتل ابنها، لكن في نفس الوقت لما بتبصله بيصعب عليها ومش بتقدر تتحمل تشوفه كده. فبتواسيها والدتها وبيروحوا، وبتفضل سهيون نايمة في حضنها، وبتقول لها إنها نفسها توقف العالم وتفضل جنبها هنا. فبتقول لها الأم بحزن إنها لما تموت هي كده هتكون وحيدة ومحدش معاها. فبتاخد صهيون الموضوع بهزار علشان والدتها ما تحزنش، وبتقول لها إنها مش هتسيبها أبدا وهتفضل معاها. فبتطلب منها والدتها إنها ما تكرهش سونيول لأنه شاب طيب وعانى كتير برضه. فبتقعد صهيون تفكر في كلام والدتها لحد ما بتلاقي اتصال منه، ولما بترد بتسمع تسجيل الحوار اللي كان ما بينها وما بين والده يوم الحادثة. فبتبكي صهيون وهي مصدومة. فبيقول لها سونيول إنه عرف اللي حصل بس برضه مش قادر يسامحها، وإنها أكيد بتكرهه لأن ابن الراجل اللي قتل ابنها ومش بتتقبل تشوفه قدامها. بس رغم كده ساعدته وبيسألها عن السبب. قالت له دي حقيقة وإنها اتعذبت كتير وكرهت الشخص اللي أذاها، لكنها برضو افتكرت إن عنده عيلة هو كمان. فعيط سونيول وبيقول لها إن هو كمان عانى كتير وخد طريق الانتقام منها سبيل نجاته، وبيقفل معاها وهو حزين وبيبكي على حياته الملخبطة. تاني يوم بتتصل الصحفية بصهيون وبتعرفها إنها قدرت توصل لصور حادثة السيدة أون. فبتشكرها سهيون وبتشوف الصور، وبتتصل بليه وبتطلب منه يعرفها على محامي متخصص في حوادث المرور. فبيبعت لها اسم محامي، ولما بتشوف اسمه بتعرف ان هو نفس المحامي اللي كان ماسك القضية السيدة أون وبيدافع عن الجاني، وفعلا بتروح له. لما بيشوف الصور بيأكد لها ان الحادثة مقصودة وده واضح جدا، وانها لو رفعت قضية هتكسبها بسهولة، ومبيكونش عارف انها حادثة السيدة أون. وعند سونيول بيكون واخد هدومه عشان يمشي من البيت، بس بيلاحظ ان ترتيب البيت متغير، وبيتأكد ان في حد دخل البيت وفتش فيه. فبيجيب صاحبه علشان يتأكد لو في أجهزة تصنت، لكن صاحبه قاله ان مفيش حاجة. وبتسأله سوجين مين ممكن يعمل كده، فبيعرفهم انه اكيد كيم جون، لانه سأله بخوف لو والدته قبل ما تموت قالت له حاجة وانه شاكك فيه. فقالت له سوجين ان والدته قبل ما تموت قالت لها حاجة غريبة في اللحظة اللي فاقت فيها بس نسيت تحكيله، وبتقوله اللي والدته قالته له. بعدها على طول بيتصل بسوهيون وبيقول لها انها قالت له لما يكون مستعد يكلمها وانه عايز يقابلها. ولما بتروح له بيسألها ليه قالت ان حادثة والدته كانت مدبرة. قالت له ان السواق يومها فضل واقف فترة طويلة لحد ما والدته ظهرت مشي ناحيتها بسرعة كبيرة، ولما خبطها وقف العربية، وبتديله ظرف فيه كل الأدلة اللي جمعتها عن حادثة والدته، وهو حر بقى ينسى القضية دي يا إما يمشي وراها ويشوف الشخص اللي كانت سبب في موتها. الله قصدك مين؟ بصيت له وقالت له انت عارف كيم جون اللي انت بتشتغل لحسابه رغم انك عارف حقيقته. فبيفتكر سونيول لما اخد أدلة تدينه من الفلاشة، وبنعرف ان هو من الاول عارف انه كان سبب في موت والدته، عشان كده قرب منه واشتغل معاه علشان يقدر يجيب أدلة ضده. وبيفتكر يوم حادثة والدته لما انهار، وفضل كيم جون جنبه ووعده انه هيتأكد ان الجاني يتحاكم، لكن للأسف طلع براءة. وبيتجنن سونيول وبيروح عند بيت الجاني وبيقوله الجيران انه عزل، وبيجيله كيم جون وبيقوله انه اسف لانه مقدرش يعاقب الجاني. فبيتغاظ سونيول منه، وبيكون الجاني مستخبي في بيته وسامع كل اللي بيحصل بره وعامل انه مش موجود. وبيطمن مراته ان كيم جون هيوفي بوعده ويعمل العملية لبنتهم المريضة، وده طبعا مقابل ان هو خبط السيدة ام بالعربية. وبنعرف ان اصلا كيم جون هو اللي متفق معاه على كده وانه طلعه براءة كمان. وبنروح لصهيون اللي بتعرف مكان مرات الجاني، ولما بتروح لها بتنهار الست وبتقول لها ان مؤسسة جون سونج وعدتهم يعملوا العملية لبنتها، لكن ده ما حصلش والبنت ماتت وكمان جوزها مات من الحزن، وان حتى ابن السيد اون فضل وراها لحد ما عرف منها الحقيقة. فبتربط صهيون الأحداث ببعض وبتعرف إن كيم جون ليه يد في حادثة السيدة أون، وإن كده سونيول عارف طالما مرات السواق حكت له. وفعلا بيكون سونيول عارف الحقيقة وبيتوعد لكيم بالانتقام، وإنه كان ساكت بس لأن والدته كانت عايشة وخايف عليها، إنما دلوقتي ما عندوش حاجة يخسرها. وبنروح لكيم وهو بيسأل مساعدته لو لقوا حاجة في شقة سونيول، فبتقوله لأ، وبتوريله صوره مع صهيون. فبيستغرب ايه الحاجة اللي جمعتهم سوا، وبيقول ان لو اتنين دول عرفوا الحقيقة هما الاتنين مش هيقدروا يستحملوا الصدمة. وعند صهيون بيبعت لها المحامي اللي راحت له تقرير بخصوص الصور اللي ورتها له،
وبيأكد لها في التقرير إن الحادثة مقصودة. فبتروح له شركة المحاماة اللي شغال فيها، وهناك بتشوف المحامين اللي كانوا ماسكين قضية جي وونج في حادثة ابنها. فبتستغرب لأنهم اختفوا بعد قضية ابنها وراحوا كلهم شركة المحاماة دي. ولما بتبص بتلاقي صورة كيم جون، وبتعرف إن مؤسسة جون سونج هي اللي بتدعم شركة المحاماة، وده معناه إن هو اللي ساعد جي وونج وخرجه براءة من القضية بمساعدة معارفه. وبتفتكر لما سوهو وعدها إنه هيحقق في قضية ابنهم جون، وبتفتكر لما شافته بيلم حاجة وورق قضية جون في صندوق. فبتروح وبتفتح الصندوق وبتشوف صور كيم جون ومعلومات عن القضية، وورق يثبت إن كيم جون هو اللي خرج جي وونج براءة بمساعدة المحامين والقاضي ووكيل النيابة اللي بيطلعوا صحابه أصلا. وده معناه إن سوهو عارف الحقيقة وسابه عادي. فبتروح له الفندق اللي هو قاعد فيه وبتديله الورق وبتقوله إن كيم جون شارك مع معارفه إنه يخرج جي وونج براءة في قضية قتل ابنهم، وإنه كان عارف كده، ورغم كده سكت عن حق ابنه وما كملش. وبتقوله إن دي مش شخصيته، وبتسأله لو كيم ماسك حاجة ضده وبيهدده بيها علشان كده هو سكت. فبصلها بكسرة وقال لها إنه ساعتها كان ضعيف وما عنده السلطة إنه يقدر عليه. فبتبصله بصدمة واستحقار، وبتقوله إن دي كانت قضية ابنهم وهو اتنازل عنها وما كملش علشان يكشف الحقيقة، وإن هي اللي هتكمل ومش هتسكت وهتكشف تورط كيم إنه يطلع جيمونج براءة. فبيحزن سوهو لأنه فقد ثقتها فيه، وبيتصل بكيم وبيطلب منه إنه يقابله، وبيقوله إنه عايز يشتغل معاه ويكون في صفه. فبيستغرب كيم، وده لأنه عارف شخصية سوهو وإنه ما بيطقوش أصلا. فقال له سوهو إنه مبقاش عنده حاجة يخسرها، وإن القوة والسلطة حاليا هي أحسن حاجة، ولو اداله القوة ووقف معاه هيساعده يكسب الانتخابات الرئاسية وهيدعمه في الصحافة. فبيوافق كيم وبيقوله إنه مش هيندم إنه اشتغل معاه. تاني يوم بيروح سونيول للمكان اللي فيه عضو البرلمان تشوي وعيلته، وبيوريله الصورة المخلة اللي صورها له. فبيتعصب تشوي لما بيعرف إنه هو الشخص اللي صوره. فبيسمعه سونيول تسجيل لكيم وبيقول فيه إن أول ما يكسب الانتخابات هينشر صورة تشوي ويطرده من الحزب. فبيتغاظ منه، وبيجمع سونيول كل أعضاء البرلمان اللي مسك عليهم أدلة دينهم وتكون في صالح كيم، واعترف لهم إن هو اللي ساعد كيم علشان يوصل للرئاسة ومسك ضدهم حاجات، وإن لو كيم كسب أول حاجة يعملها هيطردهم من البرلمان وهيضطروا إنهم يخدموه علشان الأدلة اللي معاه ضدهم. وهو حاليا عايزهم يكونوا معاه علشان يوقفوا كيم ويطيحوا بيه وما يخلوهوش يكسب في انتخابات الرئاسة. وبيكون سوهو بيدعم كيم دايما في الأخبار، وده اللي بيستغربه زمايله حتى المشاهدين لأنهم عارفين إنه كان ضد كيم. وبيجي ليه وبيهزق سوهو وبيقول له نتخلى عن قضيتهم ضد كيم، وبقى معاه وإن الناس كلها بقت تشتم فيه لأنه غير مبدأه. ورغم كده بيمشي سوهو من غير ما يرد عليه، وبيكونش حد فاهم إن سوهو بيعمل كده علشان يقدر ينتقم من كيم. وبيروح سنيول لمكان تجمع الناس لمساندة كيم، وبيتغاظ لما بيشوفه واقف وسطهم هم فاكرينه الشخص المناسب للرئاسة. وبيطلب من سوجين تجمع له معلومات عن مؤسسة جون سونج. وبتروح سوهيون تقابل سونيول وبتقوله إن قتل والدته ليه علاقة بوالده، لأن كيم جون خرج والده براءة ورغم كده هيحاول يقتل والدته. وبتقوله ما يوقفش البحث في قضية والدته. فقال لها إن والدته قالت حاجة قبل ما تموت وهي الآيباد، رغم إن عمرها ما استخدمته، علشان كده مستغرب إنها ذكرته، وإنه دور في كل مكان لكن ملقاهوش، وإن كيم جون فتش في بيته أكيد برضه علشان حاجة دي. فبتفضل سوهيون تفكر في كلام السيدة أون لحد ما بتقابل جيوم وبتعرفها إنها تسيب البلد وتسافر، وبتحذرها إنها تقف ضد كيم لأنه شخص مؤذي ومرعب. فبتقولها صهيون إنها أم ومش هتسكت غير لما تظهر حقيقة موت ابنها، وإن هي كمان لازم تبص لمصلحتها هي وابنها جاي، لأن كيم جون ما يستاهلهمش. تاني يوم بتلم جيوم حاجتها وقبل ما تمشي بتروح لصهيون وبتقولها إنها شافت جون خارج وفي إيده أيباد يوم الحادثة، وإن ده هو كل اللي تعرفه وإنها كده ريحت ضميرها. وبتجري صهيون تفتش في أوضة ابنها على الأيباد، واللي بتفتكر إنه كان بيسجل لها أغنية عليه، ولكن مش بتلاقيه. فبتتصل بسوهو بتسأله لو يعرف مكانه، فقال لها إنه مشافهوش. وفجأة بتفتكر كلام أم سونيول على الأيباد اللي ذكرته قبل ما تموت. وعند يوري بتتفاجئ بأم صهيون بتتصل بيها وبتقولها تيجي، ولما بتوصل بتلاقي الأم بتعملها عادي زي الأول وبتحضر لعيد ميلاد صهيون. فبتستغرب يوري لأنه أصلا مش تاريخ عيد ميلادها، واللي بيصدمها أكتر لما بتقولها إنها حضرت لها أكل تاخده ليها ولسوه وجون علشان صهيون سافرت مؤتمر. فبتتصدم وبتعرف إن الأم بدأت تعاني من الزهايمر. وبنروح لسونيول واللي بيسمع تاني الريكوردات في تليفون والدته يمكن يلاقي دليل.
وبيفتكر السلسلة اللي والدته اديتها له وقالت له انه لازم يحافظ عليها كويس جدا. فبيفتح السلسلة وبيفضل يبص لصورة والدته، ولما بيجي يقفلها بيحس بحاجة جواها. ساعتها بتوصل سهيون وبتبدأ انها تحكي له اللي حصل، وان الايباد اللي والدته ذكرته يبقى بتاع ابنها جون. فبيقولها انه حاسس ان السلسلة دي فيها حاجة، لان والدته اديتها له قبل ما تموت بكام يوم. وبيشيل الصورة منها وبيلاقي كارت ميموري، وبيشغله وبيشوف ان في ورقة رهن الايباد في محل معين. فبتجري صهيون علشان تروح تجيبه، وبيروح سونيول وراها، وبيشوف عربية بتراقبهم فبيقف قصاد العربية، واللي بيكون موجود فيها مساعد كيم. وبتوصل صهيون المحل وبترجع الايباد. في الوقت ده بتتصل يوري بيها علشان تحكي لها اللي حصل مع والدتها، بس صهيون بتكون نسيت تليفونها في البيت. ولما بترجع يوري البيت بتلاقي ان والدتها مش موجودة، وبتفضل تدور عليها في كل مكان وهي قلقانة لكن مش بتلاقيها. وبتروح صهيون البيت وبتفتح التاب، وهي بتترعش وبتبكي بقهر وهي بتتفرج على صور ابنها والفيديو اللي صوره لها قبل ما يموت. وبتشوفه لما خرج علشان يجري ورا الكلب بتاعه. في الوقت دوت بيوصل سوريول عند بيتها، والأول مرة بيدخلوا. وبتسمع صهيون بقية تسجيل لما العربية خبطت ابنها، وبيكون التاب لسه شغال وبيسجل. وبتسمع ابنها بينازع الموت وهو بينده عليها، فبتبكي بحرقة. والمفاجأة لما بتسمع صوت كيم جون وهو بيتصل بجي وونج وبيقوله انه خبط طفل صغير. فبيقوله جي وونج انه لازم يوديه المستشفى. فقاله كيم انه مستحيل لانه بقى مرشح رئاسي، ومش بسبب طفل حشرة ملوش لازمة هيضيع مستقبله. وبتتوالى الصدمات على صهيون اللي بتسمع تسجيل، وسونيول اللي بيكون واقف قدام الأوضة وسامع الكلام. وبتسمع بقية التسجيل، وكيم بيقول ان الطفل شاف وشه وشكله علشان كده لازم يتأكدوا من موته. فبيقوله جي وونج انه هيجيله وهيشيل القضية عنده، وهيعمل ان هو اللي خبط الطفل في مقابل انه ينقذ ابنه سونيول. وبيشغلوا العربية وبيخبطوا الطفل من تاني علشان يتأكدوا من موته. وهنا بتنهار سهيون لما بتسمع الخبطة. حتى سهيون بيبكي وهو مصدوم من حقارة كيم جون اللي قتل طفل كان ممكن يعيش مع أمه. وعشان نفهم أكتر بنرجع فلاش باك يوم حادثة جون، لما كان كيم جون سهران مع جي وونج وزمايله بيشربوا. وبتتصل السيدة أون على جي وونج وبتقوله إنه لازم يجي لأن ابنه سونيول محجوز وحالته خطيرة بسبب مرض قلبه. فبيروح له وبيروح كيم وهو سكران وبيسوق عربيته علشان يروح لجيوم. وبيكون الطفل جون بيجري وما بيشوفوش كيم اللي بيكون باصص في تليفونه وبيخبطه. فبينزل بسرعة وبيشوفه هو خايف ومتوتر، وبيبص حواليه، ولما بيتأكد ان محدش شافه بيشيل الطفل وبياخده معاه في عربيته، وبيكون لسه عايش. وبيوصل جيونج المستشفى وبتقول لمراته ان سونيول بيموت ولازم يعمل عملية زرع القلب ضروري، وما بيكونش أب عارف يعمل ايه. ساعتها بيتصل بيه كيم جون وبيعرفه انه خبط الطفل. فبيروح له جيونج وبيشوف ان الطفل لسه عايش، لكنه ما بيفكرش غير في ابنه سونيول. وبيقول له كيم انهم لازم يموتوا الطفل لانه شاف وشه وانه قرب لكرسي الرئاسة. فبيوافق جي وونج وبيتفق معاه انه يشيل القضية في مقابل انه يشوف متبرع لابنه ويعمل له العملية. وفعلا بياخد الطفل وبيمشي كيم، وبيخبط جي وونج الطفل بعربيته بكل جحود وقسوة قلب، وبيدوس عليه وبيقتله. وبنرجع للواقع وصهيون منهارة وبتصرخ وبتبكي بحرقة قلب على ابنها اللي كان ممكن يكون في حضنها، بس هم قتلوه بكل وحشية. وبيخرج سونيول بسرعة برا بيتها قبل ما تشوفه، وهو مصدوم من اللي سمعه، وإن أبوه قتل طفل صغير ملوش ذنب علشان ينقذ حياته مقابل حياة طفل بريء. وبيسمع صوت عياط وصراخ صهيون وقلبه بيتقطع عليها وعلى الحقيقة اللي عرفوها. وعند يوري بتلاقي الأم وبتكون رجعت لوعيها، وبتحذر يوري إنها تحكي حاجة لصهيون. تاني يوم بيروح سوهو مع كيم مؤتمر، وبيعرفوا كيم على ناس مهمة، وبيقوله إن لازم يركز مع سوهيون مراته الفترة دي ويراقب تصرفاتها. فبيستغرب سوهو من كلامه، وبيعمل كيم كده علشان يخلي سوهو يشك في علاقة صهيون وسونيول. وبتقرر صهيون إنها تنتقم لابنها، وأول حاجة بتعملها بتروح القسم وبتفتح قضية ابنها وبتقدم بلاغ ضد كيم جون. وبيفضل سونيول يسهر ويشرب كتير في الحانة وهو بيشوف أخبار كيم اللي مالية الدنيا. وبيسمع مجموعة شباب بتشكر في كيم وبتقول إنه يستحق الرئاسة، فبيشتمهم وبيتخانق معاهم، لكنهم بيكونوا أكتر وبيفضلوا يضربوا فيه وهو سايبهم. يمكن دوت يخفف وجع قلبه شوية من اللي عرفه. وبتروح أم صهيون تكشف وبيعرفها الدكتور إنها بدأت تعاني من الزهايمر، فبتحزن علشان صهيون لو عرفت هتتدمر أكتر، وإنها ما بقاش ليها غيرها لو جرى لها حاجة. وبياخد سونيول ورد ولعبة وبيروح يزور قبر جون،
وبيوعده إنه هيساعد صهيون ومش هيسيبها لوحدها. وبتروح صهيون لمحامي كبير وبتديله الأدلة، وبيوعدها إنه هيساعدها رغم صعوبة الموقف قدام كيم جون. وبتروح بيتها وبيكون سونيول ماشي وراها، فبتقف وبتقوله هتفضل ماشي ورايا لحد امتى؟ قال لها همشي بس لما اطمن عليكي انك دخلتي البيت. على فكرة انا سمعت الكلام اللي في الفيديو. بيبكي وبيقولها انا اسف. بتبصله وهي بتبكي، ورغم كده بتقوله بحنية ان ده مش ذنبه، وان ملوش علاقة باللي حصل علشان ما يحسش بالذنب ويتأذي. تاني يوم في المحطة بيعرفوا الموظف سوهو إن في مؤتمر هيتعمل علشان القضية اللي سهيون رفعتها على كيم جون. بيتفاجئ سوهو لأنه مكانش يعرف أصلا باللي عملته، وبيعمل جون مؤتمر علشان يدافع عن نفسه. في الوقت نفسه بتعمل سهيون مؤتمر علشان تقول للناس الحقيقة، وبيكون الكل موجود في مؤتمر كيم، الصحافة كلها والأخبار. ولما بتدخل صهيون القاعة ما بتلاقيش أي حد جاي يسمعها غير الصحفية. مفيش حد مهتم بقضية موت ابنها، كله مهتم وبيشجع كيم. حتى المراسل اللي كان هيروح من المحطة رفض سوهو انه يخليه يروح مؤتمر صهيون وخلاه يروح مؤتمر كيم، لدرجة ان الصحفي استغرب انه سوهو وقف مع كيم ضد عيلته. ما يعرفش انه بيعمل كده علشان يحمي صهيون منه. وبيروح سوهو البيت وبيفضل يدور على التاب وبيفتح الخزنة وبيلاقيه، وبياخده بيوديه لكيم زي ما طلب منه. وبيكسره كيم لانه الدليل الوحيد ضده، وبيقول له سوهو ان صهيون هتعيش بفضله. بيحزن سوهو وهو شايف اللي عمله، لكن كل دوت مش مهم. المهم انه ما يأذيش صهيون. ولما بتروح صهيون البيت بتشوف الخزنة مفتوحة والتاب اختفى، فبتعرف ان سوهو خده لان محدش يعرف كلمة السر غيره. بتتصل بيه ولما بيروح البيت بتسأله لو هو اللي خد التاب، فقال لها ايوه، ولازم كمان تسحبي الدعوة اللي رفعتيها ضد كيم، لان اصلا محدش من الصحافة هينشر كلامك. فبصت له بحزن وقالت له انت عارف التاب ده كان فيه دليل قتل ابننا اللي كيم قتله. قال لها انه مبقاش فارق معاه اي حاجة غير انه يحميها، لازم تنسى بقى وتعيش حياتها، وهو يستحمل كلام الناس ويستحمل اي حاجة علشان يحميها من كيم. قالت له مستحيل اسيب حق ابني واقبل برئيس بلد قتل ابني. تاني يوم بياخد سونيول حلويات وبيروح المطعم لأم صهيون علشان يشوفها، بس بيتردد وبيسيب الحاجة عند الباب. وبيجي يمشي بتخرج له وبتقوله يدخل، وبتحط له أكله وبتقوله لازم ياكل كويس. وبتزعق معاه علشان خايفة عليه وقالت له ليه بتعمل في نفسك كده وبتضيع نفسك ومستقبلك علشان انتقام؟ أنا عارفة إنك ابن قاتل جون، بس لازم تتماسك علشان والدتك تكون روحها في سلام وما تتأذيش بسببك. انت مالكش ذنب في اللي حصل. بتحط له أكل في طبقه وبيسمع كلامها سونيول وبيبدأ إنه ياكل بحزن. وبتروح سوجين وصديق سونيول علشان يدوروا على ضحايا مؤسسة جون سونج، لكن الكل كان بيخاف وبيرفض انه يتكلم او يعترف بحقيقة المؤسسة. لحد ما بتقابل ام بنتها نجد من الموت بصعوبة، بتحاول تقنعها تحكي الحقيقة لانها لو سكتت هيكون في ضحايا كتير غير بنتها. وفعلا بيقدروا يقنعوا عدد كبير من الضحايا انهم يمضوا على الشكوى ضد المؤسسة، بس قبل ما بيمضوا بيغيروا رأيهم وبيخافوا لان كيم جون هيكون الرئيس. وهنا بيجي سونيولو بيتدخل وبيقول لهم انه حاسس بيهم وانه والده هو كمان قتل طفل صغير بأمر من كيم، وانه حاسس بالذنب علشان يساعد عيلة الطفل دوت، وكل طفل اتظلم لازم يوقفوا كيم. وبيقتنعوا بكلامه وبيمضي الكل على الشكوى ضد المؤسسة. وبتحاول سويون تفكر في طريقة تانية علشان توصل بيها صوتها للناس، لأن كيم قافل عليها كل طرق الصحافة. وبتلاقي رسالة من سونيول بيطلب فيها إنه يقابلها، وبتقابله وبيديها ظرف بشكاوي الضحايا ضد مؤسسة كيم جون، وبيقولها إن ده ممكن يساعدها شوية، وإنها دايما بتبهره بقوتها، وإنه واثق فيها وإنها أكيد هتلاقي طريقة بذكائها توصل بيها صوتها للناس. بتبصله بحنية وبتقوله أنا مش عايزاك تتأذي، وبتكون خايفة عليه من كيم. قالها ما تخافيش، وبعدين أنا دلوقتي ما بقتش لوحدي، بمعنى إنها جنبه. وبتروح بيتها ومش بتلاقي والدتها، وبتلاقي الشقة متبهدلة وتليفون أمها مقفول، فبتقلق عليها وبتطلع تدور عليها زي المجنونة لحد ما بتلاقيها قاعدة لوحدها. فبتسألها بتعمل ايه هنا؟ قالت لها انها كانت بتدور على جون بس مش لاقياه. فبتصدم صهيون وبتبكي، وبتعرف ان امها مريضة، فبتطمنها ان جون بخير وبتاخدها البيت وبتهتم بيها وبتفضل جنبها. تاني يوم بيكلمها تاي وبيعرفها انه سأل الدكتور وعرف ان والدتها بتعاني من الزهايمر. فبتحزن سهيون، ومع شعبية كيم جون اللي كل يوم بتزيد قررت سهيون ترجع للكتاب علشان تقدر توصل صوتها، وبتعمل مؤتمر لعودتها للكتابة. وبيفرح جمهورها بيها جدا، وبتكون يوري موجودة واقفة بعيد وفرحانة بيها.
وبتكون روجت لعودتها وجمعت الصحافة علشان تساعدها من غير ما تعرف. وبتتسأل عن سبب عودتها في الوقت ده بالذات. قالت إنها رجعت بكتاب جديد يكشف حقيقة موت ابنها اللي كان عايش، لكن المرشح الرئاسي كيم جون قتله بكل وحشية. ومن بعدها بتتقلب في الصحافة والأخبار، وبيطلع كيم يكذب الكلام وبيقول إنها إشاعات علشان يوقعوه، لكن كل ده ما بيفتش. وبتطلب الشرطة للاستجواب بعد ما أخدوا أقوال صهيون لأن موضوع كبير جدا، وبيعرف من مساعدته إن أعضاء البرلمان قلبوا عليه. وطبعا ده بعد ما سونيول اتفق معاهم، وبيقرر يروح الاستجواب علشان يعرفوا من الكلام ده كذب وإن جه وما هموش حاجة. وبتكون الصحافة متجمعة، فبيسمعهم كيم تسجيل الحوار اللي دار بين سوهيون وجي وونج قبل ما تقتله، وبيقول لهم جي وونج اللي قتله، بس انا عذرها لانها ام ابنها مات وهي من شعبي برضو، علشان كده مش هقدر ازعل منها. وبيقلب الكلام وبيقول ان جي وونج كلمه يوم الحادثة وقال له انه خبط طفل صغير وانه نصح يوديه المستشفى، لكن جي وونج ما سمعش الكلام. وفعلا بيتعاطف الكل معاه من تاني وبيصدقوه. وبتسافر والدة صهيون علشان تقعد في مزرعة وتغير جو، وما تحملش صهيون همها أكتر، وبتوافق صهيون علشان تبعد والدتها عن الضغط اللي بيحصل. وبتحط صهيون صور ابنها مع قضيته في لوحة في الشارع، وبتقف وقفة احتجاجية علشان الناس تعرف الحقيقة وتقدر توصل صوتها بأي طريقة. وبينتشر صورة وقفة صهيون، وبتشوفها يوري وبتقرر تدعمها بكل الطرق، وبتخلي طلاب الجامعة اللي كانت بتدرس لهم صهيون يدعموها وينشروا الصور في كل وسائل التواصل الاجتماعي. وبتدعم أم سو صهيون، وبيكلم سو وكيم وبيقوله إنه يدعمه بس ما يأذيش صهيون، وبيوافق كيم. وبيجيله سونيول وبيكون ناوي لو ما ظهرتش الحقيقة يقتل كيم علشان خاطر صهيون ووالدته، وبيقوله ازاي هتكون الرئيس بعد ما قتلت طفل صغير. فبيهجم كيم عليه وقاله انه مستعد يقتل اي حد هيقف في طريقه، حتى هو وصهيون. ولما بيجيب سيرة صهيون بيفقد سونيول اعصابه وبيحاول يوقعه من على السطوح، وبيقوله تعالى بقى نموت سوا. لكن بيجوا حراس كيم وبيضربوا سونيول، وبيكسروا جهاز التسجيل اللي كان معاه وبيسجل بيه الكلام اللي كيم قاله واعترافه بالحقيقة. وبيحذروا كيم انه يقرب منه من تاني. بيحاول سونيول يضربه بس رجالته بيضربوه والكترة بتغلب الشجاعة. وبيدعم الطلاب صهيون وكل الناس اللي ساعدتهم، وبيحكوا قد ايه كانت طيبة معاهم. وبيروح مجموعة ناس فقدوا أولادهم لصهيون وبيساندوها، وبيقفوا معاها، بس بيجوا حملة كيم وبيكسروا صور جون وبيبوظوا الاحتجاج. لكن بيجي سونيول وصحابه وبيحموها منهم، وبيهاجموا رجالة جون وبيمشوهم، وكل مادة بتزيد أعداد الناس مع صهيون وبيشجعوها. وبيجي صحابها وصحاب جون وكل الناس اللي تعرفهم، وبتفرح صهيون وسونيول باللي بيحصل وإن الناس بدأت تشجعهم وتقف معاهم. وبيكملوا الوقفة بتاعتهم، وفي وسط كل ده وفي حملة كيم اللي شغالة بيطلع سوهو على الأخبار وبيقول إن كيم متهم بقضية قتل، وإن المحطة قدرت توصل لفيديو يثبت دوت. وبيفتكر لما اتفق مع لي إنه يشتغل مع كيم علشان يثق فيه، وفي اللحظة المناسبة هيفضحه ويظهر حقيقته. وكمان هو اللي خلى لي يهاجمه علشان كيم يصدق ولاءه ليه. وبينشر المقطع اللي كيم ضرب فيه سونيول واعترف بقتل جون ووالدته، وكمان المقطع وهو بيكسر التاب. وبنعرف ان سونيول راح لسوهو واتفق معاه انهم يتعاونوا علشان يوقعوا كيم. وبنرجع للواقع وكيم منهار وبيحاول يقنع الناس ان الفيديو كذب، وبيحاول مدير المحطة يوقف البث بس زمايل سوهو بيرفضوا. وبيكمل سوهو وبيظهر تاب ابنه، وبيشغل التسجيل اللي كان عليه بصوت كيم، وهو بيخبط جون وبيكون ادى تاب مزيف لكيم، وبيصدم كل الناس من التسجيل. وبيقول لهم سوهو بحزن انه بيكلمهم كأب مش كمذيع، وان كيم لازم يتعاقب على افعاله وقتله لطفل بريء. وبتشوف صهيون سوهو بتكون فخورة باللي عمله وانه رجع حق ابنهم وظهر الحقيقة. وفعلا بتتقلب الناس على جون، وبيتصل على مساعدته وبيسألها عن الفيديو اللي سوهو عرضه. قالت له انها مش هتشتغل معاه تاني. وبنعرف ان سونيول قابلها وعرفها ان كيم خلاص هيقع ويتفضح، وانها لو ما ساعدتوش يظهروا الحقيقة هتضيع مع كيم بالادلة اللي معاه. فبتوافق وبتصور الخناقة اللي كانت ما بينهم والكلام اللي قاله، وبتيجي الشرطة وبتعتقله، وكل ده متذاع وهو بيتقبض عليه. وبتفرح كل الناس، وصهيون وسونيول بيبصوا لبعض بفرحة وانتصار. أخيرا حق ابنها جه. ومن بعدها بتظهر كل حقيقة كيم وأعماله المشبوهة، من غسيل أموال لقتل جون وقتل السيدة أون. وكمان بيتقبض على كل شركائه اللي ساعدوه في قضية جون، المحامي والقاضي والكل. وبيجي يوم المحاكمة وبيعترف الكل عليه. مرات السواق بقتل السيدة أون ومساعدته بتعترف بكل حاجة عليه، وكمان جيوم. وبتبص صهيون لجيوم بامتنان. وبيجي دور سونيول للشهادة.
اللي بيقول إن والده قتل الطفل في مقابل إن كيم يعمل له عملية زرع قلب. فبيسألوا المستشار عن علاقته بصهيون لأنهم كانوا بيتقابلوا كتير، فقال له إنه كان متعمد يقرب منها علشان ينتقم منها لقتل والده. لكن الست دي اللي المفروض تكون قاتلة أول واحدة وقفت جنبه وساعدته يعيش حياته صح، اهتمت بيه وبأكله وبجروحه وفضلت جنبه وبتحميه. بتتأثر صهيون من شهادته، وبيجي وقت نطق بالحكم، وبيتحكم على كيم بالسجن مدى الحياة. وأخيرا بتنتصر العدالة، وبتجيب صهيون حق ابنها، وبيفرح سونيول علشانها، وبيجيلها سوهو وبيقعدوا يتكلموا سوا. وبتقوله إنها لما اتفرجت على الفيديو وجون بيخرج من الباب ما سمعتش صوت فتحه، فعرفت ساعتها إن هي فعلا نسيت تقفل الباب. وبصت له بابتسامة شكر وبتقوله أنا دلوقتي عرفت إنك ما كملتش في قضيتك ضد كيم علشان تحميني، لأنه هددك بيا. وبنرجع فلاش باك بعد الحادثة في الفيديو اللي كيم هدد سوهو بيه، وبيكون فيديو لصهيون وهي داخلة البيت ونسيت تقفل الباب. فبيخاف سوهو عليها علشان لو عرفت هتتدمر لأنها تفكر إنها السبب في موت ابنها، فبيطمنها إنها مش غلطانة وما تلومش نفسها. وبتتمنى له يعيش حياته بسلام نفسي وهو كمان، وبيقولها إنه كان دايما بيفكر يحميها، لكنها أثبتت إنها ست عظيمة وقوية وقادرة تحمي نفسها، ومش هينفع يرجعوا لبعض، لكن بيكون ما بينهم كل حب واحترام. والآخر مرة بيزور سونيول كيم في السجن، وبيقوله إن الاستئناف اللي عمله مش هينفعه وإن لسه قدامه عمر طويل في السجن. وبيمشي وبيروح لصهيون وبيسألها عن المكان اللي هم فيه، قالت له إن دي شجرة الأمنيات، وإنه يتمنى أمنية هنا وهيتحقق. فقال لها إنه معندوش أمنية. قالت له لازم تفكر في واحدة وتعيش حياتك سعيد بقى. قال لها يعني كده بتودعيني؟ قالت له بابتسامة إنها بتتمنى له السعادة وإن يلاقي نفسه. وبيبصوا لبعض ويبتسموا وبيودعوا بعض. بيعدي 6 سنين وبنشوف سوهو مع حماته وبيهتم بيها رغم انفصاله عن صهيون، وما بتكونش الأم عارفة دوت، وده لأنها مخفتش من الزهايمر وإن ده أحسن لها علشان تكون سعيدة. وبيترقى سوهو وبيكون مدير المحطة، وبيشجع الصحفيين إنهم يقولوا الحقيقة، وبيكون الكل بيحبه وبيحترمه. وبترتبط سوجين بتاي وبتعاملها والدته كويس لأنها ندمت عن اللي عملته مع صهيون، ومش عايزة تكرر نفس الغلط مع سوجين. وبتفتح صهيون دار أيتام وبتهتم بالأطفال، وده بيخليها سعيدة جدا وهي وسطهم. وبتعمل يوري علامة تجارية خاصة بيها وبتنجح في شغلها. وبتقابل صهيون وبتحضنها صهيون وبتسامحها على كل اللي فات، وبيرجعوا إخوات زي زمان. وسونيول بقى بيكمل الكلية بتاعته وبيتخرج وبيكون دكتور شاطر، وهنا بيلاقي نفسه وسط إنقاذ أرواح الناس وده اللي بيخليه سعيد. وهو ماشي بيشوف إعلان حدث توقيع كتاب صهيون الجديد، واللي بيكون اسمه عالم رائع. وبيروح الحدث وبيبصلها من بعيد، وبتتفاجئ لما بتشوفه فبيبعتلها رسالة انه بقى كويس خلاص. فبتبصله وهي مبسوطة وفخورة بيه، وبيبصلها بحب لانها ساعدته وكانت في ظهره زي والدته. وبيمشي وبيكون كل واحد لقى سعادته اخيرا. وهنا بيخلص مسلسلنا، اتمنى انه يكون عجبكم، استنوني في مسلسل جديد. باي باي.